تحليل ومراجعة مسلسل رانيا وسكينة، دراما خفيفة بقلب بوليسي كوميدي. بطولة روبي مي عمر، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، تصنيف دراما كوميدي تشويق. عدد الحلقات 30. سنة الإنتاج 2022. القنوات MBC مصر ومنصة شاهد. لو انت من عشاق المسلسلات الكوميدية والدراما على خفيف فالفيديو ده ليك. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو في كل مكان عشان نوصل لعدد كبير من الناس. يلا بينا نبدأ الفيديو، مش هنطول عليكم. قصة المسلسل بيتكلم عن رانيا الهدهد، بنت غنية من طبقة راقية، وسكينة بنت من بيئة شعبية بسيطة. الظروف بتهاجمهم فجأة وبيلاقوا نفسهم مطاردين من الشرطة بتهمة جريمة قتل. بيبدأوا رحلة الهروب مثيرة بيحاولوا فيها يثبتوا براءتهم. القصة فيها مزيج بين الكوميديا والتشويق، أو مطاردة مستمرة بتحصل في أماكن مختلفة. على الأداء التمثيلي، روبي اللي قامت بدور سكينة قدمت أداء خفيف الدم ومناسب تماما للدور، وقدرت توصل للطابع الشعبي من غير ما تصنعه. مي عمر رانيا، رغم من إن الشخصية كانت تحتاج أداء كوميدي في عفوية، إلا إن بعض المشاهد كانت فيها مبالغة شوية، لكن الأداء تحسن مع الحلقات. الكيمياء بين البطلتين كانت جدية عموما، وخلت المشاهد ما تحسش بملل رغم بعض التكرر في المواقف. الإخراج والتصوير، الإخراج كان سلس وتم استغلال الأماكن المفتوحة بشكل جيد خلال مشاهد الهروب. الديكورات والملابس كانت مناسبة تماما للطبيعة، الشخصيات وبيئتهم، لكن بعض مشاهد المطاردات كانت ضعيفة من ناحية الإقناع أو التأثير البصري، وكان ممكن تكون أقوى. السيناريو والحوار، السيناريو بيجمع بين الجدية والهزل، لكن أحيانا وقع فيه فخ التكرر، وخصوصا في منتصف المسلسل في مشاهد كوميدية نجحت جدا، ومشاهد تانية كان فيها انفعال واضح. الحوار الشعب عند سكينة كان طبيعي وممتع، لكن شخصية رانيا أحيانا كانت غير منطقية في ردود أفعالها. الإيقاع والملل، الإيقاع في أول 10 حلقات كان جيد، لكن بعد كده بدأ يبطأ شوية، وفي مشاهد ممكن تتشال من غير ما تتأثر على حبكة النهاية. كانت مرضية إلى حد ما، لكنها مش الأفضل. التقييم النهائي للمسلسل، تعال نقيم المسلسل ده مع بعض. بص بقى يا سيدي، القصة 6.5 من 10، الأداء التمثيلي 7.5 من 10، الإخراج 6 من 10، الحوار 6.5 من 10، الإجمال 6.8 من 10. يعني المسلسل إجمالي 6.8 من 10. هل المسلسل يستحق المشاهدة؟ لو بتحب المسلسلات الخفيفة وفيها مطاردات وكوميديا، رانيا وسكينة هيكون مناسب جدا ليك، ومش مسلسل تقيل أو محتاج تركيز عالي، لكنه ممتع في المجامل وبيقدم تجربة خفيفة ولطيفة. وبس كده، يبقى كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنساش تحط لايك للفيديو وتشير الفيديو في كل مكان، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت مش مشترك. ولو انت معانا على القناة فعل زر الجرس برضو، لان ده هيفيدك كتير وهيوصلك المحتوى اللي احنا بنقدمه كتير. وما تنساش تشير الفيديو في كل مكان. وبس كده، سلام.